الحلقة دي هتبقى عن بطليموس الأول، بس في حاجة عايزة أوضحها وهي إن اسمه الصح بطلميوس، بس عشان الموضوع يبقى أسهل في الحلقة أنا هتكلم عنه باسم طولمي، زائد إن في شخصيات كتيرة جدا هتبدأ تظهر، فهحاول لكل شخص أثبت له صورة معينة في كل الفيديوهات. تاني حاجة عايزة أوضحها إن في كل حلقة عن البطالمة هنتعلم حاجة جديدة، ودي هنوضحها قبل كل حلقة. مبدئيا طولمي الأول من أكتر الشخصيات اللي أنا معجبة بيها، عشان حرفيا تحسه جدع وصاحب صاحبه، وهنعرف عنه أكتر الحلقة دي. بعد ما الاسكندر هيسيب امبراطورية كبيرة جدا، وطبعا احنا قلنا ان هو كان ليه زوجة اسمها روكسانا. روكسانا ده هي كانت اصولها فارسية، والاسكندر ما قالش مين المفروض يحكم الامبراطورية دي بعده، وما كانش فيه حد من الدم الملكي موجود غير فيليب ارهيديوس اللي هو اخو الاسكندر، واللي قلنا عليه قبل كده ان هو عقليا مش تمام. وروكسانا مرات الاسكندر كانت حامل، ففيليب ارهيديوس هيحكم، وبشرط ان لما روكسانا تخلف الطفل هيحكم مع فيليب ارهيديوس. وبالفعل روكسانا خلفت الاسكندر الرابع، وكده بقت السلطة في ايد متخلف عقليا وطفل رضيع، فطبعا الوضع مش هيبقى تمام. فهيتم الاتفاق بين القادة بتوع الاسكندر الأكبر إن السلطة تتوزع بينهم، فاللي هيبقى واصي على فيليب أرهيديوس والطفل واحد اسمه بيرديكاس. وأنتيباتر اللي خلى الاسكندر يطلع على الحكم بعد فيليب هيحب يفضل زي ما هو، إن هو يبقى نائب الملك في حكم مقدونيا والإشراف على بلاد اليونان. وتولمي هياخد مصر، ولوسيماخوس هياخد ثراس اللي هي جنوب شرق البلقان، وواحد اسمه انتيجونس هياخد جزء كبير من آسيا. كده خلاص الإمبراطورية اتوزعت. فهنيجي لطولمي نفسه. طولمي اسمه بطلميوس ابن لاجوس، أبوه كان من أسرة نبيلة من مقدونيا، وأمه أرسنوي، وبيعتقد إن أمه تقرب للعيلة المالكة في مقدونيا. وتعلم طولمي في القصر الملكي من صغره، وكان أكبر من الإسكندر بحوالي 5 سنين، وكان صديق مقرب جدا للإسكندر. وكان ولاء طولمي للإسكندر كبير، لدرجة أما الإسكندر كان في بينه وبين أبوه فيليب التاني مشاكل، أما فيليب نفى الإسكندر طولمي كمان اتنفى معاه. وأول ما الإسكندر مسك الحكم رجعه من المنفى وخلاه في مرتبة عالية. وشارك كمان الإسكندر في المعارك بتاعته مع الفرس، لدرجة ان طولمي عمل كتاب عن سيرة الإسكندر والحروب بتاعته. وطولمي كان مع الإسكندر في رحلته لمصر، وبيعتقد ان من هنا بدأ طولمي يتعرف على مصر. طولمي كان شخصية متزنة جدا. أكبر دليل على ده ان لما الإسكندر في آخر حياته كان بيعمل حفلات كتير صاخبة وكان بيشرب كتير، بس طولمي ما كانش بيحب يشرب، وكان دايما بيحب يحافظ على اتزانه وما كانش بيسيب نفسه للشرب. الإسكندر مثلا كان في مرة سكران وقتل حد من أصدقائه المقربين اللي أنقذوه قبل كده من الموت، اللي هو كان اسمه كلايتوس. كلايتوس ده اللي أنقذ الإسكندر في معركة جراناكوس. فالموقف كان كالتالي: كلايتوس كان بيتخانق مع الإسكندر، فطولمي هيحاول يمنع الخناقة بينهم وهيخرج كلايتوس بره القلعة، بس كلايتوس هو كمان كان سكران فرجع تاني، فأول ما هيدخل هيروح الإسكندر قتله. طولمي كمان كان بيحب يحافظ على العادات المقدونية ومتمسك بيها، فنستنتج إن شخصية طولمي كانت شخصية حكيمة، وممكن السن كمان كان ليه عامل في ده. نيجي بقى لزوجاته. طولمي اتجوز واحدة اسمها أرتيكاما، ودي اتجوزها عشان الإسكندر هو اللي قاله يتجوزها، لأنها كانت بنت شخص مهم من الفرس، فبعد ما الإسكندر هيموت هيطلقها. طولمي بعد كده هيتجوز واحدة تانية، ودي هتبقى بنت أنتيباتر اللي قلنا عليه إنه نائب حاكم مقدونيا. وطبعا باين جدا إن هو متجوزها مصالح سياسية، وهيخلف منها ولدين وبنتين. أهم واحد فيهم هو طولمي كرانوس. تالت واحدة طولمي هيتجوزها هي برينيكا، ودي هتبقى أرملة لثلاث أطفال، واحد منهم اسمه مجاس. وطولمي هيخلف من برينيكا دي طولمي التاني وأرسنوي. طولمي كان منشن على مصر عشان يقدر يستقل بيها هو ونسله بعيد عن الإمبراطورية اليونانية. بس برديكاس اللي هيبقى واصي على فيليب أرهيديوس والإسكندر الرابع هيبقى فاهم هدف طولمي، وهيبقى عايزه دايما تحت أمره، فهيخلي كليومينس اللي قلنا عليه كان مشرف على الخزانة المالية يبقى هو نائب لبطليموس، بمعنى أصح عشان يبقى العصفورة لبرديكاس في مقدونيا. فطولمي هيبقى فاهم ده كويس، وطولمي هيبدأ يتهم كليومينس بأنه سبب ضرر لأثينا واليونان بسبب احتكاره لتجارة القمح في مصر، وإنه بيرفع الأسعار، وإنه بياكل مال اليتيم، والمصريين كمان ما كانوش بيحبوه. فطولمي هيعمل له محاكمة وهيتم قتله، وطبعا بيرديكاس هيبقى مش طايق طولمي. بعد موت الاسكندر كان في حرب أهلية حصلت في سايرن اللي هي في ليبيا، وهتحصل مجاعة هناك، فهيستنجدوا بطولمي، فهيبعت لهم حملة بقيادة واحد اسمه أوفيلاس. فأوفيلاس هيعرف يحل المشاكل اللي هناك، فطولمي هيعينه هناك كحاكم لسايرن. طولمي هيعمل حركة تانية هتضايق برديكاس جدا، لأن في اجتماع حصل في بابل بيقول إن جثة الاسكندر هتتحنط وتدفن في مقدونيا،
فطولمي مش هيبقى عاجبه الكلام ده، لانه هيبقى شايف ان الاسكندر عايز يدفن في مصر جنب ابوه امون. ففي وقت نقل جثمان الاسكندر من بابل لمقدونيا، طولمي هيوقف الموكب ده في سوريا وياخد جثة الاسكندر لمصر. وطبعا اللي طولمي عمله ده هيجنن برديكاس، منها ان طولمي بقى بيتصرف بمزاجه، ومنها ان نقل جثمان الاسكندر لمصر ده هيعلي من مكانة مصر اكتر ويديها اهمية في وسط الامبراطورية اليونانية. فبرديكاس هيروح باعت حملة لمصر عشان يرن طولمي علقة على اللي عمله، بس الجنود اللي بعتهم هيفشلوا في الحملة دي وفي كتير منهم هيموت. فهيروح الجنود بتوع برديكاس قايلين هو الراجل ده مرمطنا وقرفنا معاه كده ليه. فهيروح واحد من الجنود بتوع برديكاس قتله، وهيبقى اسمه سلوكس. بعد موت برديكاس كده الامبراطورية بقت من غير حاكم، فهيتعمل مؤتمر علشان يشوفوا مين هيبقى بعد برديكاس. فهيتم تعيين انتيباتر الراجل الكبارة اللي كان نائب الملك. انتيباتر هيحكم لسنتين بس بعد كده هيموت. بس قبل ما يموت هيعين واحد بداله من قادة الاسكندر. ففي شخص هيتضايق من اللي هو عمله. مين بقى الشخص ده؟ ابن انتيباتر نفسه اسمه كاساندر. كاساندر هيقول انا اللي المفروض احكم بعد ابويا. فهيبقى في صراع بين كاساندر والشخص اللي انتيباتر اختاره. ولو فاكرين ام الاسكندر اللي هي اولمبياس هتبقى لسه عايشه، فهتبقى ضد كاساندر لان فيليب ارهيديوس هيبقى في صف كاساندر. فهي طبعا مش بتحب فيليب ارهيديوس. وكمان فيليب ارهيديوس بالنسبه لاولمبياس ابن جوزها واخ غير شقيق للاسكندر، فهم عيله مش سالكه لبعض. فاولمبياس هتقتل فيليب ارهيديوس ومراته، وهيروح كاساندر قتل اولمبياس. وخصم كاساندر اللي اختاره انتيباتر هيهرب، وكاساندر هيحكم مكان ابوه وهيبقى في ايده الاسكندر الرابع وروكسانا مرات الاسكندر. بعد موت الراجل الكبارة اللي هو انتيباتر، طولمي هيقدر انه يسيطر على حته اسمها جوف سوريا، اللي هي دلوقتي اجزاء من سوريا ولبنان وفلسطين. والمنطقه دي مهمه جدا وهيتعمل عليها حروب كتير وهنتكلم عنها قدام، وهتبقى محل نزاع بين البطالمه والسلوقيين. طب ليه المنطقه دي مهمه قوي كده؟ علشان هي ليها اهميه استراتيجيه كبيره بسبب موقعها على طريق التجاره بين مصر والشام واسيا. المهم ان طولمي هيقدر يسيطر على جوف سوريا. وفي شخص هيبدا يظهر معانا في الصوره وهو انتيجونس اللي قلنا عليه انه حكم جزء كبير من اسيا. طب ليه انتيجونس هيبدأ يظهر في الصورة؟ عشان هيبقى عايز يسيطر على اجزاء تانية من الامبراطورية. فهيرخم على سلوكس اللي هو قلنا عليه قتل برديكاس وبقى حاكم بابل. فسلوكس هيقلق من انتيجونس وهيهرب على مصر. وطبعا طولمي هيرحب بيه جدا وهيديله بوزيشن عالي. فطبعا ده خلى انتيجونس يولع من طولمي وقرر انه يضايق طولمي عن طريق انه ياخد منه جوف سوريا. وبالفعل انتيجونس هيقدر انه ياخد جوف سوريا، وطولمي مش هييأس هياخد قبرص عشان يقدر يستخدمها كقاعدة يحارب بيها انتيجونس. وطولمي هيعين اخوه حاكم على قبرص. فطبعا انتيجونس هيبقى عامل قلق كبير في المنطقة. فكاساندر وبطليموس ولوسيماخوس هيبدأوا يقلقوا منه أكتر. فهيبعتوا تحذير لأنتيجونس إنه يتراجع عن المدن اللي عمال بياخدها، ومن ضمنهم جوف سوريا وبابل. بس طبعا أنتيجونس مرضاش يتراجع، وهتبدأ الحروب مع أنتيجونس زي حرب غزة في 312 قبل الميلاد. كانت بين طولمي وديمتريوس. ديمتريوس ده ابن أنتيجونس، والحرب كانت عشان يرجع جوف سوريا. وسلوكس هيشارك في المعركة دي مع طولمي وهيبقى ليه دور كبير جدا. والنتيجة ان ديمتريوس هيخسر، وطولمي تقديرا لدور سلوكس هيساعده بانه يديله جنود علشان يرجع بابل. في سنة 311 انتيجونس وديمتريوس هياخدوا تاني جوف سوريا من طولمي. وفي الوقت ده اوفيلاس اللي قلنا عليه ان طولمي هيعينه على سايرن هيعلن ان سايرن دلوقتي مستقل عن مصر، وكله تعب من الحروب والمعارك اللي عمالة بتحصل. فهيقرروا ياخدوا هدنة وهيعملوا سلام بينهم وبين انتيجونس وديمتريوس. وهيعترفوا بان كاساندر هو قائد اليونان ومقدونيا، وان لما الاسكندر الرابع يكبر هو اللي هيمسك الحكم. فطبعا كاساندر قال لهم من عينيا الاتنين. وفي اقل من سنة كاساندر قتل الاسكندر الرابع. في 306 انتيجونس هيبعت ابنه ديمتريوس عشان يحتل قبرص. فهيروح طولمي عشان يساعد اخوه، وهتحصل معركة بينهم اسمها سلامس 306. بس للاسف طولمي هيخسر المعركة دي. وبعدها انتيجونس هيروح لجزيرة اسمها رودس تابعة لبلاد اليونان، ويطلب منهم انهم يقطعوا التواصل التجاري بينهم وبين طولمي. فالجزيرة دي هترفض، وبالتالي ديمتريوس هيحاصرهم، واهل الجزيرة دي هيحاولوا يقاوموا الحصار ده. وطولمي هيبعت لهم مساعدات عسكرية وهيمدهم بالاكل. فاهل الجزيرة هيطلقوا على بطليموس لقب مهم جدا وهو المخلص او المنقذ. عشان كده دايما بيتقال على طولمي الاول طولمي سوتر. بعد معركة سلامس انتيجونس هيعلن نفسه كملك في 306. ففي 305 كاساندر ولوسيماخوس وسلوكس وطولمي هيعملوا زيه، وكل واحد منهم هيعلن نفسه كملك على المنطقة اللي بيحكمها. عشان كده عام 305 هيبقى اسمه عام الملوك. فبعد 305
كل واحد استقل بحكم البلد اللي كان المفروض ان البلاد دي كلها تحت راية ملك واحد. دلوقتي لا، كل واحد منهم ليه بلد خاصة بيه. وفي 303 هيحصل اتحاد بين القادة ضد أنتيجونس، وهتحصل معركة اسمها معركة إبسوس، هتبقى في آسيا الصغرى، وهيقدروا يهزموا أنتيجونس وابنه، وأنتيجونس هيتقتل وابنه هيهرب. مع العلم ان طولمي ما حضرش المعركة دي، وللأسف انا هموت واعرف هو ما حضرهاش ليه، بس ما قدرتش اعرف. بعد الانتصار في إبسوس، لوسيماخوس هيبقى هو حاكم تراكيا اللي هي بلغاريا دلوقتي، وسلوقس هياخد بابل وسوريا وكمان جوف سوريا البطلمية. وبما ان طولمي وسلوقس كانوا صحاب، فما كانش في نزاع ما بينهم على جوف سوريا. وفي 294 قبل الميلاد هيرجع طولمي قبرص وبعض المدن على ساحل البحر المتوسط، والدنيا بدأت تهدى لغاية 297 قبل الميلاد. هيموت كاسندر، فديمتريوس ابن أنتيجونس هيرجع تاني ويستولى على حكم مقدونيا، فلوسيماخوس هيهجم على مقدونيا، فديمتريوس هيهرب ويروح يعمل هجوم على بابل، فسلوقس هيحبسه لحد ما يموت في 285 قبل الميلاد. وبعد كده طولمي هيعين ابنه طولمي الثاني من برينيكا كوصي على العرش، لحد ما طولمي الأول هيموت في 385.